استكمالا لتجارب الاجهزه المنزليه جبنا جهاز واكتشفنا ان هو كبير جدا، وجبت جهاز تاني وكنت فاكراه اكبر من كده وطلع صغير جدا. وبما اننا هنجرب كبتين اي نعم يدويين، هنديكم كمان ريفيو سريع للهاند بلندر والكبه دي. اصغر كبه ما فيهاش اي حاجه، كونتينر، وحتى السلاح بتاعها جوه الغطا بتاعها. لا البصل اهو قطعته وبقى ريحتي بصل، وفي الاخر يقول لي ريحتك بصل عشان هو ما شاركنيش في تقطيع البصل. طب ما تغسلي الهدوم. بمناسبه الروايح اللي بتبقى في الهدوم والبقع، بقالي فتره بستخدم فاست كلين، لقيت فيه مميزات كتير قلت لازم اقول لكم عليها. اولا هو مسحوق لطيف جدا على الالوان، وفي نفس الوقت بينظف البقع بسرعه جدا علشان في تقنيه البايو تكنولوجي دي بتشتغل على ان هي تنظف من غير ما تتلف النسيج بتاع الهدوم نفسها. ريحته خطيره بتملى البيت ورد. اللي انا بستخدمه للغسالات الاوتوماتيك، وطبعا في منه للغسالات العاديه والفوق اوتوماتيك. الحلو كمان ان سعره مناسب وهتلاقوه في كل محلات المنظفات اللي موجوده جنبكم. فاست كلين الاسرع والاقوى على البقع. البصلايه دي على 2. اقطع بقى يلا بينا. ثبتها هنا. ايه ده؟ قطعت البصل بشكل حلو جدا. نزود شويه. حط لها بصلايه. حط بصلايه كامله. كنتش متوقعه منها كده بس طلعت حلوه قوي. تاني جهاز معانا ده جهاز غطاء بلاستيكي من اللون الابيض، دي فيها جوان. سلاح فيه 4 سكاكين، ده اكيد مضرب بيض، وده موج البحر. ودي علبه التروس، كان الاسم بتاعها مختلف وفيها لوك وانلوك. انا بس مش قادره افهم ده ايه. بيركب هنا كده اهو، قاعده مطاطيه عشان ما تنزلقش، بس هي اصلا منزلقه على نفسها. حط لها بصل بقى كبير. اضغطي المفروض. طب هل اللوك مقفول؟ اعتقد دي المفروض تشتغل بالرجل. ايه ده؟ اوكي، نتيجه حلوه، بس هي بصراحه في الاول كانت صعبه جدا. ممكن نحط بصلايه ونص التانيين اللي عندنا. فصلت ولا ايه؟ باظت؟ اوكي، تاخد 0 من 10. نيجي بقى لاخر جهاز معانا، دي كبه من تورنيدو. شكلها يبدو في الاول كويس. تعالوا نقول لكم ايه مشاكلها وايه مميزاتها. مميزاتها ان هي صغيره فعلا وبتاخد كميه صغيره زي ما انا عايزه، بس هي المشكله كلها ان هي السكاكين بتاعتها تحت قوي، فلازم علشان اعرف اعمل بصلايه اقعد افتح الغطا ده 3-4 مرات عشان اقلب البصل فيها تاني. تاني حاجه ان هي فيها مشكله كبيره جدا، ان الغطا ده بيسرب وهي بتلف بتبدا ان هي تطلع من هنا كل الطماطم او كل حاجه اللي احنا بنحاول نعملها، بتبهدل الدنيا حرفيا. فيها حاجه تانية برضو مستفزه جدا، هو المفروض ان اي كبه من دول بيبقى المفروض ان هنا ما تتغسلش، وده مستحيل لان دي بيبقى كلها بصل او طماطم او توم او ايا كان اللي بنعمله. المشكله بقى مش في كده، المشكله ان البتاع المكببه دي بتتملي من جوه ميه. طبعا انا شطفتها يعني اهي خلاص، طفت الميه كلها اللي هنا. بصوا بقى، مجرد ما ادوس اضغط على ده، بص دي حاجه صعبه جدا بصراحه، ومن اكبر المشكلات اللي مواجهاني معاها. جربنا معاكم النهارده نوعين من الكبه اليدويه، واحده صغيره قوي ب 150 جنيه والثانيه كبيره جدا. ده خلاص باظ، ما لحقناش نجرب دي حتى والله يا خساره. دي سعرها 140 جنيه وفرمت بصلايه، والبصلايه الثانيه كانت باظت. كده نكون جربنا ادوات مطبخ جديده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو، ونشوفكم الفيديو الجاي.